مساء الفل يا شباب ويا باشمهندسين. طبعا دي اول خطوه واهم خطوه في الهجره للمهندسين لاستراليا، ان انت تعمل السي دي ار. انا طبعا بعرفك بنفسي، انا مهندس هاني حفظي، انا مقيم في استراليا دلوقتي بقالي تقريبا 7 شهور، وعملت تقييم او حصلت على الفيزا عن طريق السكيلد مايجريشن، عن طريق العماله الماهره. ودي طبعا التقييم بتاعت الجهه بتاعت المهندسين بتبقى انجينيرز استراليا. انت بتعمل التقييم، بتعمل سي دي ار، بتكون ال3 ايبيسودز انا هشرحهم لك في الفيديو ده، علشان طبعا الموضوع ده بيبقى مكلف جدا، وعلشان تعمله تروح لاي محامي او تروح لاي جهه، سواء في مصر او عربي او ايا كان او حتى بره مصر، بيطلب منك ارقام كبيره جدا علشان يعمل لك حاجه انت هتاخد شويه وقت بس بسيط، في خلال الاسبوع بالكتير هتروح عاملها وهتكون مقدمها. وكمان هتبعد عن اي تلاعب ممكن ان حد ياخد فكره من حد تاني وينقلها لك، وده طبعا مخالف للانجينيرز استراليا. لازم تبقى الافكار بتاعتك ولازم المحتوى بتاع الابيسود يبقى بتاعك. انا هنا هعرض لك واحده من الثلاثه ابيسود اللي انا عملتها لما جيت قيمت مع انجينيرز استراليا، ولكن هقول لك طبعا كل حاجه بنكتبها ازاي، وهقول لك المشاكل اللي قابلتني في المشروع كانت عامله ازاي، وعملت ايه وحليتها ازاي. كل الكلام ده هيتشرح في الفيديو ده، ولكن في البدايه انا عايزك بس من خلال يعني كام صورة كده حابب إن أنا أوريهم لك من المشروع، علشان في البداية تبقى عارف إحنا بنتكلم عن إيه بالظبط. أول حاجة هنتكلم فيها هو المشروع كان عبارة عن إيه؟ عبارة عن مواقع محمول، إحنا كنا بنعملها في سانت كاترين. المواقع ديت كانت الباور سورس بتاعها الطاقة الشمسية، زي ما أنت شايف كده ده البرج والخلايا الطاقة الشمسية دي، كمان الباور وكمان التليكوم. وطبعا كل تحت الكلام ده كله الستيل ستراكشر، تحت الستيل ستراكشر هو قواعد الخرسانه والبرج. وده برضو صوره للسايت من جوه، الفينش بتاعه من جوه عامل ازاي، وترتيبه الكباين والسولار بانلز بتاعتنا، كل الكلام ده. طبعا احنا نشرحه، دي صور من جوه الكباين، البطاريات والريكتيفاير والحاجات اللي هي بتاعه الباور. يعني دي صور باختصار كده قبل ما نشرح في موضوع الابيسود بتاعتنا. هنبتدي نشرح بقى نكتب الابيسود ازاي، وتركز معايا بقى من اول هنا يا باشمهندس، علشان الكلام ده مهم جدا جدا جدا. اول حاجه انت لما بتيجي تعمل المشروع بتاعك، انت كمهندس بتقول له والله انا المشروع ده كان عباره عن آه، كذا، انا عملت مثلا محطات طاقه شمسيه في المكان الفلاني. فانت بتدي له في الباراجراف الاولاني، طبعا انت هنا في البدايه بتكتب العنوان بتاع البروجكت كان عامل ازاي، تمام. وبعد كده بتقول له والله ده الامبلمنتيشن اوف فودافون ايا كان يعني المشروع اللي انت هتكتبه، عنوان المشروع. اول انترودكشن بتكتبها، بتكتب اول حاجه اسم الشركه اللي انت بتشتغل فيها، تمام. وبتكتب انت دورك في المشروع كان عامل ايه، او انت سايت انجينير. بتكتب الهدف من المشروع، انت المشروع ده كان هدفه مثلا. انا هكتب كل الكلام ده او هقول الكلام ده على المشروع بتاعي، ان احنا كان الهدف من المشروع ان احنا نعمل المحطات الطاقة الشمسية ديت او محطات المحمول تبقى قايمة على الطاقة الشمسية، مش الجنريتور او التراديشنال سورسز يعني للباور. وده كان الهدف من المشروع. بعد كده في نفس الباراجراف بتكتب بداية المشروع كانت امتى، نهاية المشروع كانت امتى. لو المشروع لسه قائم ولسه ما كملش بتسيب نهاية المشروع، بتكتب تيل ناو ان المشروع لسه شغال اون. وبعد كده بتكتب مين المالك، الجهه المالكه كان اسمها شركه ايه. بتكتب الستيك هولدرز، الاستشاري، يعني الحاجات اللي هي المشروع والتفاصيل اللي هي البسيطه بتاعه المشروع. وبعد كده بتكتب برضو حاجه مهمه جدا، بتكتب التكلفه بتاعه المشروع، سواء التكلفه دي كانت بالجنيه او بالدولار او باي عمله تانية. دي هي الانترودكشن واول باراجراف انت بتكتبه. عايز انوه لك بس ان انت في البدايه لازم الافكار تكون بتاعتك، لازم المحتوى اللي عندك اللي انت بتكتبه ما يزيدش عن 2500 كلمه في كل ابسود. يعني تراعي ان انت تبقى 2000 2200 مثلا، ده الريت الطبيعي جدا، لانه الكاونت المفروض ما يزيدش عن 2500 كلمه. وده طبعا طبقا لاشتراطات انجينيرز استراليا. نكتب بقى او نتكلم على الباك جراوند. انا لما باجي بعمل السي دي ار، انا عندي الباك جراوند دي اهم حاجه بكتب فيها ايه. بكتب فيها مقدمه بسيطه عن المشروع، بكتب فيها مثلا انا الحكومه بتاعتنا كانت عامله توجه ان احنا نستخدم مصادر اللي هي الطاقه الشمسيه والمصادر اللي هي الطاقه المستديمه، وان احنا نقلل من الاخطار بتاعه الاحتباس الحراري والجلوبال وورمنج والحاجات دي. وانا كان دوري
ان انا كمهندس مثلا المشروع في المشروع دوت، انا بكتب عن الشركه، مثلا بكتب الشركه بتاعتي بتشتغل في ايه، ده مجال شغلها. دي شركه مثلا انا كنت شغال في هواوي، دي شركه فيندور بتعمل محطات المحمول لكل الفيندورز اللي موجوده او كل الاوبريتورز اللي موجوده في مصر. فدي ملخص بسيط كده، تكتب كلمتين عن الشركه وعن طبيعة المشاريع اللي هي بتقوم بيها وعن دورك انت في المشروع ده. تمام. تكتب بقى مثلا انه السكوب بتاع المشروع ده ان انت كان عندك في محطات المحمول دي انت بتركب فيها كباين باور، كباين بطاريات، بتركب البرج، بتركب بتصب خرسانات. كل الكلام ده بتكتبه في انترودكشن بسيط جدا 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 في البداية. دي الباراجراف اللي هو التاني. بعد كده هنخش بقى على باراجراف مهم. انت تم اختيارك للمشروع بناء على ايه؟ فانت بتقول باختصار شديد جدا في الفقرة الثالثة دي ايه هي الاسباب. يعني انا مثلا كتبت ان انا كان عندي خبرة في الابراج المحمول، وعملت الابراج ديت مع كذا شركة تانية غير حتى فودافون، يمكن ايام موبينيل وايام مصرية للاتصالات. يعني عملت كذا خبرة في المجال دوت. اشتغلت في مشاريع مشابهة ليه، اشتغلت في سولار انرجي، اشتغلت في مواقع طاقة شمسية، عملت مثلا سيرفي، رحت اشتغلت في مشاريع اعمل معاينة اشوف الطاقة الشمسية تقدر تركب في المشروع دوت ولا لا، في ابراج اصلا قائمة وموجودة وشغالة بالجنريتور. فانا رحت عملت سيرفي، شفت السبيكس بتاعتها ان هي لازم تبقى في اتجاه الجنوب، هل في مساحة ان انا اركب المحطات بتاعة الطاقة الشمسية ديت ولا لا، او اقدر احط البانل ولا لا. فكل الكلام ده انت بتكتبه، ايه الاسباب اللي خلتك انت بالذات تعمل او الشركة تختارك في المشروع ده بسبب ايه. ودي نقطة مهمة جدا. بعد كده هنخش على الباراجراف الرابع، ودي حاجة انت طبعا بتكتبها الديوتيز بتاعتك او المهام الوظيفية اللي انت كنت بتعملها في المشروع. عايزك تبقى مركز جدا في المهام ديت، ان انت تبقى مراجع كويس جدا المهام بتاعه انجينيرز استراليا، المهندس المدني بيعمل ايه بالظبط، السكوب بتاعك بيعمل ايه. طبعا ده كله موجود في البوكلت بتاعه انجينيرز استراليا. انا ان شاء الله هحاول ان احنا نحط الديسكريبشنز ديت او نحط الحاجات ديت في الوصف، علشان ما تكتبش حاجه بره السكوب بتاع المهندس التنفيذ او المهندس المدني. يعني مثلا انا في الجزء ده من الابيسود بتاعتي كتبت انا مثلا المشروع بتاعي. انا مش عايز اطول عليك بس هقول لك بسرعه. انا مثلا كتبت ان انا دراسه البنود بتاعه المشروع مثلا في الاول، والتنسيق مع البروجكت مانجر والبروجكت دايركتور والتكنيكال دايركتور عن خطه البدايه، استراتيجيات التنفيذ، المراجعه بتاعه الخطه الزمنيه للمشروع، السكيدول. يعني دي حاجه من الحاجات. بعد كده مثلا انت كمهندس المفروض ان انت بتعمل ريفيو للديزاين، وبتشوف بتفولو اب مع الاستشاري، بتشوف الستيل ستراكشر ديزاين وتعمل فاليديت للستراكشر ديزاين، وعلى بتحدد اماكن الطاقه الشمسيه، بتتاكد ان هو موجوده في اتجاه الجنوب من الموقع، بتشوف زاويه ميل الخلايا، بتشوف يعني حاجات تكنيكال انت بتتناقش فيها مع الاستشاري. بيبقى فيه ريبورت بيحدد البي في سيست، ان انت بتشوف الباور سورس اللي جاي لك من الطاقه الشمسيه دي، وعلى مدار السنه بيبقى ليها تشارت. يعني بتكتب شويه حاجات تكنيكال كده تخص الفولو اب بتاع الديزاين بتاع المشروع. ايه تاني بتكتبه؟ بتقول ان انت مثلا انا براجع كمان الاعمال بتاعه الموقع زي الحفر، زي مثلا صب الخرسانات، تركيب البرج، تركيب الطاقه الشمسيه، الخلايا، بعمل اختبارات الضغط، اختبار المكعبات عند 7 ايام و28 يوم. يعني مثلا حاجه زي كده. بتكتب مثلا من المهام بتاعتك كمهندس مدني في المشروع ان انت بتاكد من جوده المواد اللي انت بتستخدمها في المشروع وهي مطابقه للمواصفات ولا لا. مثلا في حاجات تانية بتتابع الفولو اب مثلا بتاع الحديد المستخدم في المشروع، بتعمل بروتوتايب ان انت تركب الاستراكشر دوت وتشوفه في الوير هاوس قبل ما تعمل ديليفري للمشروع هناك في المكان اللي هيركب فيه. مثلا من الحاجات برضو ان انت بتتابع العمال، بتتابع المقاولين، بتتابع استخدام المعدات في الموقع. كل الحاجات دي موجودة في السكوب بتاعك. حاجة برضو مهمة بتكتبها ان انت مثلا بتعمل ميتنج مع المقاولين كل اسبوع او كل شهر، يستحسن انك تكتب ويكلي ميتنج، دي بتبقى مهمة جدا. بتعمل ميتنج كمان مع الكلاينت، بتناقش فيه المشروع بقى البروجرس بتاعه عامل ازاي، لو عندك اي مشاكل في المشروع بتتكلم فيها.
في معطلات، حاجات عطلتك، بتشوف السبلاير، بتشوف البيرمتس، بتشوف التصاريح. انت كمهندس برضو لازم بيبقى عندك متابعه للكواليتي، والكواليتي دي حاجه مهمه جدا. انت كسكوب فمهندس لازم تعملها، بتكتب كل مراحل التنفيذ. انا بتابع الكواليتي ازاي؟ بعمل تشيك ليست للبنود، بشوف المقاول بيعملها اكوردنج للسبيكس ولا لا. كل الحاجات دي انت بتكتبها في البنود او في البند دوت من السي دي ار. وكمان عندك من السكوب بتاعك مثلا البي او كيو، ان انت تتابع الكميات بتاعه البنود، وازاي انك تبقى عارف تراجع المستخلصات بتاعه المقاول، ازاي تتاكد ان كل حاجه في المشروع بالكميات بتاعتها مظبوطه، علشان حتى لما تيجي تعمل انفويسنج مع الكلاينت يبقى برضو انت بتتكلم في الكلام المعقول، ما يبقاش فيه كميات فيها غلط او فيها اي مشكله، لان كل ده بيأثر على الريفينيو بتاع المشروع في الاخر. بعد كده بتيجي تعمل حاجه اسمها اورجانيزيشن تشارت، ودي طبعا حاجه بتبقى مهمه جدا. ايه الاورجانيزيشن شارت؟ انت بتتكلم انا مهندس مدني، انا كان دوري ايه في المشروع، ومين الناس اللي كانت فوقي، مثلا زي البروجرام دايركتور، البروجكت دايركتور، المانجر، بروجكت مانجر، الحاجات دي. وبتحط مكانك انت فين، وبتهايلايت المكان دوت انت دورك كان فين. والناس حتى اللي تحتيك بقى السبلايرز والسب كونتراكتورز والعمال والتكنيشنز والكلام دول بيبقوا تحتك في التشارت ديت، وبتحدد الكلام ده كله وبتحطه. يعني هي مش بتبقى مطلوبه ممكن ما تعملهاش في كل الابيسودز بتاعتك، ولكن على الاقل تبقى موضح انت دورك في المشروع كان عامل ازاي. نيجي بعد كده في بدايه السي دي ار بقى والكلام المهم. احنا كده مهدنا للسي دي ار، وقلت دورك، وقلت الشركه، وقلت المشروع كان عباره عن ايه، والسكوب والحاجات دي. بتبتدي بقى تتكلم في النقطه السادسه او 16 ديت على البيرسونال انجينيرنج اكتيفيتي. تمام. اول حاجه انت بتقول انا استعديت للمشروع دوت ازاي، يعني او جهزت للمشروع ده ازاي. طيب اللي بيتكتب في الموضوع ده ايه؟ انت بتقول ان انا دراستي في الكليه كانت عامله ازاي، درست ايه، راجعت مثلا الويند لودز، احمال الرياح، الميكس ديزاين، الخلطه الخرسانيه، اختبارات الشد واختبارات الضغط. كل الحاجات دي خبرات انت درستها في الكليه. زائد مثلا في بعد كده تكتب خبراتك انت في الشغل بقى كانت عامله ازاي. انا اشتغلت مثلا، انا بتكلم برضو عن نفسي، انا اشتغلت في الطاقه الشمسيه، اشتغلت في 3 4 مشاريع قبل المشروع ده طاقه شمسيه. خدت تريننج في الشركه، فالتريننج دوت فادني ان انا عرفت احسب الاحمال بتاعه الباور، ازاي الطاقه اللي طالعه من السولار انرجي دي، اعمل بي في سيست ازاي. الحاجات دي كلها الحاجات اللي هي العوامل الكريتيكال، ايه، احط الخلايا في انهي اتجاه، ولازم تبقى في اتجاه الساوث، ولازم الاسموز يبقى الدرجه بتاعه الميل بتاعه الخليه قد ايه. كل الكلام ده انا خبرات خدتها قبل ما انفذ المشروع. وابتدي بعد كده اسرد بقى البنود اللي جايه بعد كده. مثلا 1/7 دي هنتكلم فيها، وهي خطوه مهمه جدا، وهي عباره عن ان انت في مشكله كانت مقابلاني مثلا وانا شغال في المشروع، ودي كانت مشكله عباره عن مشكله في الديزاين. ليه؟ احنا المشروع دوت كان عباره عن فريمات ستيل ليها زاويه ميل وازموس. يمكن زي ما انت وريتك في الصور كده، كان عندنا في الصين هم اللي بيعملوا الديزاين، في طبعا هواوي شركه صينيه كانت عامله الميول ديت برجلاش، ان هو يبقى فيه كذا كذا مستوى من مستويات الميل للفريم ده. يعني في 15 و25 درجه و35 درجه و45 درجه كمان. لما جينا ننفذ المشروع دوت وابتدينا نحط البي في سيست بتاع المشروع، لقينا انه الزاويه اللي هي التصميميه اللي فودافون اعتمدتها هي زاويه 30. فكان لازم طبعا ان انا اغير زاويه الميل، او ان انا اعدل زاويه الميل اخليها 30. طيب ازاي؟ انا هنا مثلا هقول لك على هوري لك صوره من الفريم واشوف زاويه الميول ديت. يعني عندك مثلا الفريم منبر مثلا اللي هو 4 و5 ده، كان لازم تتعدل فيه المقاسات، وكانت لازم المكان المسامير ده يتغير علشان الزاويه تبقى 30 درجه. فابتدينا نعمل البروتوتايب في المخزن، وورينا الاستشاري وقسنا المسافه اللي تحقق الزاويه ال 30 بتاعه الميل. وبعد ما عملنا كده رحنا طبعا خلينا الاستشاري يعني يكونفيرم على الكلام دوت، ويأكد انه الكلام ده مظبوط. ويمكن دي صوره من الوير هاوس لما رحنا عملنا البروتوتايب، ولقينا انه فعلا الاستشاري استلم ويتأكد من الزاويه 30 دي بقت موجوده. وكمان اعتمد البروتوتايب وشاف التربيط بتاع المسامير، وشاف تركيب البروتوتايب في المخزن قبل ما ننقله طبعا لمكان المشروع.
دي خطوة مهمة جدا، اللي هي الفقرة اللي احنا اتكلمنا فيها دي، ان انت بتعرف الاسيسور او الراجل اللي هيشوف الورق بتاعك وهيراجعه المشروع كان عبارة عن ايه. مشكلة قابلتك في البداية انت اتعاملت معاها ازاي، ودخلت معاك الناس ازاي، الستيك هولدرز، الاستشاري والمقاولين والكلاينت، ازاي خدت منه ابروف قبل ما تشتغل وقبل ما تنقل الاستراكشر بتاعك على المشروع. دي الخطوة السابعة أو الباراجراف السابع. عايز أقول لك إن دايما الباراجراف أو السي دي آر بيبقى عبارة عن يعني من 20 ل 25 باراجراف أنت بتكتبهم، وإحنا ماشيين زي ما إحنا ماشيين كده. هقول لك كل الحاجات اللي أنت هتبين فيها بقى أنت دورك إيه في المشروع، والمشاكل اللي قابلتك إزاي حلتها في المشروع. المشاكل دي ممكن تكون مانجمنت، أو ممكن تكون مثلا مشكلة ديزاين أنت حلتها، مشكلة عامة أو ريسك قابلك أنت حليته إزاي. كل الكلام ده هنشرحه إن شاء الله في الكلام اللي جاي. طيب بعد كده، بعد ما عرفته إن أنا حليت مشكلة في الديزاين كانت في البداية، هقول له إن أنا إزاي بقدر كمهندس أستخدم برامج مثلا زي البريمافيرا في إن أنا أعمل أراجع السكادول وأتابع أداء المقاولين والأتشيفمنت بتاعتهم، وأشوف أنا عندي البنود الأكتيفيتي بتاعتي فيها لاج ولا ما فيهاش، وبعمل تقارير للتربة مثلا، بتابع التقارير بتاعت السويل تيست واختبارات الخرسانة، اختبارات الشد، شهادات الاعتماد، الجلفنة، شهادات الجلفنة. الحاجات دي كلها في سكوبي كمهندس مشروع. وبقول برضه ان انا بتابع كل مايلستون. انا مثلا في الشغل ده عملت حفر، بعد كده بعد ما عملت الحفر وعملت غمر ودكيت التربة، ابتديت اصب خرسانات، بعد كده اعمل اعمال التسوية، بعد كده بعد ما صبيت اللبشة عملت بعد كده ركبت البرج وركبت الستيل ستراكشر بتاع خلايا الطاقة الشمسية. كل الكلام ده أنا بقوله له ك يعني باراجراف واحد، بقول له ده السكوب بتاعي وده اللي أنا عملته في المشروع. بعد كده نبتدي بقى الحاجات اللي هي هم بيحبوها بقى قوي، إن أنت تقول له إن أنا مثلا بتواصل مع الناس ازاي. انا عملت مثلا ميتنج، قعدت مع المقاولين، قعدت مع الكلاينت قلت له والله انا عندي بروجرس، اشتغلت واحد اتنين تلاته، خلصت البنود ديت وفقا للجدول الزمني، عملت انجازات في واحد اتنين تلاته. طب انا عندي مشكله في التصاريح الناس ما عدتش، عندي مشكله مثلا في معوقات ما قدرتش الناس تروح، عندي مشاكل في تصاريح، عندي مشاكل في دخول المعدات. كل الكلام ده لازم ابقى مدخل وانفولف فيها السب كونتراكتورز بتوعي والكلاينت بتاعي، وابين ان الكلام ده كله انا عملته ويكلي. يعني انا كل اسبوع لازم اروح اقعد مع الكلاينت ونشرح المشاكل اللي موجوده ونتعامل معاها ازاي، وكل الكلام ده يبقى دايما موجود. انا عندي مشكله في الديزاين حلتها، طب اوري له الحل بتاعها انا حلتها ازاي، والحسابات بتاعتي كانت عامله ازاي. كل الكلام ده بنكتبه في النقطه دي. بعد كده هنخش بقى في السي دي ار. السي دي ار كل ما تحط مشاكل انت حلتها بيبقى بيعلي الفاليو بتاع السي دي ار بتاعك. يعني انا مثلا هتكلم معاك هنا في نقطه بسيطه. احنا عملنا ريفيو للديزاين مثلا بتاع السايت، لقينا انه الديزاين اللي جالنا من الاستشاري موضح انه الكباين هنا مثلا دي بتاعه كباين الباور وكباين التليكوم موجوده بره الفريمات بتاعه الستيل ستراكشر، وده معناه انه الكابينه هتبقى على طول موجوده في الشمس، وده هيقلل عمرها الافتراضي طبعا من المطره والشمس والجو اللي موجود هناك. فده كان مشكله من المشاكل اللي موجوده. طيب ولازم تقول له في الباراجراف اللي بعد كده انت عرضت له المشكله وعرضت له تاثير المشكله دي عامل ازاي وهيأثر عليك في المشروع ازاي. الخطوه اللي بعد كده بتقول له والله انا كان عندي حل اتنين تلاته، ايه الحلول مثلا اللي كانت مقترحه، وممكن تجود بقى من عندك. يعني ممكن تزود حاجة ممكن ما يكونش حل قوي، بس انت توضح له وتهايلايت ان ده كان حل بس انت رفضته وشفت حل احسن منه. يعني زي ايه مثلا؟ انت والله هتقول له انا مثلا في السي دي ار بتاعي كتبت ايه؟ كتبت ان انا كان عندي ثلاث حلول. اول حاجة انه طبعا كانت مشكلة التهوية بتاعت الكباين وان هي موجودة في الشمس، فانا لازم اشوف حل كويس، وان انا الكباين اللي جايه لي ديت علشان خلاص انا الديزاين مش عارف اعدله، فهحط مثلا فنتيليشن او احط اير كونديشن مثلا في الكابينه. وطبعا الحل ده بيكلف فلوس، وكمان هيكلف وقت لحد ما الديزاين بتاع الكباين يتعدل. وهي كمان اوريدي الكباين كانت شيبد، يعني كانت خلاص اتحركت من الصين، فالمفروض ان انا ما كنتش اقدر انفذ الحل ده اصلا. بس هقول له ان ده كان حل من الحلول. طب الحل التاني، بص هنا كده مثلا في اللي اوت اللي انا عامله، لو انا نقلت المكان بتاع البلاطات دي من هنا وخليته
في الجزء ده بالظبط، هلاقي انه ورا البرج، فلاقي ان ورا البرج ده هنا هيأثر شويه على المدخل بتاع السايت، وكمان انه البطاريات مش هتبقى شديد قوي، يعني مش هتبقى متغطيه من الشمس اصلا بنسبه كبيره، يعني 10 15% بالكتير، وبالتالي كانت هتبقى المشكله برضو موجوده. فده كان الحل التاني من الحلول. طيب الحل التالت بقى ايه؟ ان انا اشفت الكباين بتاعتي او القواعد والكباين مع بعض، اشفتهم تماما علشان احطهم في الجزء ده اللي هو الجزء اللي هيبقى بين الخلايا، وبالتالي الخلايا او الستيل ستراكشر والخلايا بتاعت الطاقه الشمسيه هتغطي الكباين، وكمان هتقلل في الكابلات اللي هتبقى موصله ما بين التليكوم الايكويبمنت نفسها بتاعت التليكوم والباور سورس بتاعي. فبالتالي يبقى انا كده وفرت كابلات، وكمان غيرت حميت الكباين بتاعتي، وكمان خليت انه الكباين عمرها الافتراضي يطول وحافظت عليه. فكل ده انا بشرحه له بنقط، وبعد كده بقول له انا والله بعد ما قعدت واستشرت بقى وسالت المدير بتاعي وسالت التكنيكال دايركتور وعملنا اجتماعات وعملنا مش عارف ايه والكلام ده، لقيت انه احسن حل بالنسبه لي ان انا اختار حل ان انا اغير مكان البلاطات، وبالتالي ابعت له سكرينه كده احط له فيها، اقول له ده المكان بتاع البلاطات اهو بعد التعديل، احنا حطيناها تحت اهم 3 كباين، حطيتهم تحت الخلايا بتاع الطاقه الشمسيه، وبالتالي وفرت كابلات، وفرت في وقت، وحليت حليت المشكله بسرعه، وبالتالي انا قدرت ان انا اعمل احسن حل للموضوع ده. طيب بعد كده طبعا كل ما تحط تشارتات، كل ما تحط صور، كل ما تحط يعني لي اوتات، كل الكلام ده بيبقى مفيد بالنسبه لك وانت بتعمل سي دي ار، وبيعلي السي دي ار بتاعك، والكونتنت بتاعك بيكون ليه فاليو عند الاسيسور. بعد كده انا بحط بقى حته ان انا انا كمهندس ان انا لازم اعمل اوديت على المقاولين، لازم اشوف اتابع الجلبنه، اشوف التصنيع بتاع الحديد في المخزن، لازم اشوف الجلبنه، لازم اعمل اس او بي للمشروع، واشوف اعرف كل التيمات واعرف كل المقاولين، ادي البنود بتاعتي وادي التولز اللي انا محتاجها وادي التيمات اللي انا محتاجه، عدد تيمات معين، التيمات دي تكون السبيكس بتاعتها عامله ازاي، عندي ريجارات مثلا تشتغل ورك هايت، ابقى عارف عدد كل الناس اللي شغاله، عايز الايكويبمنت اللي بتاعتي يبقى شكلها عامل ازاي. كل الكلام ده التشيك ليست دي بعملها له علشان هو وهو بينفذ في المشروع يبتدي يعلم على كل حاجه هو بيخلصها، واتاكد ان هو كل حاجه مطابقه للمشروع السبيكس بتاعي. بعد كده بكتب له مثلا انه عندي تولز او عندي اجهزه بستخدمها زي توتال ستيشن علشان اشوف الفيرتيكاليتي مثلا بتاع التاور، عندي ليزر مثلا اللي هو الليزر ترايبود علشان اشوف الفيرتيكاليتي بتاعت او اشوف سوري الهوريزونتاليتي بتاعت الستيل ستراكشر علشان لما اجي احط عليها الخلايا بعد كده. كل الحاجات دي بحطها في البند اللي هو 13. دي برضو نقطة من النقط المهمة ان انت تتكلم على كمهندس انت دورك ايه في الاوديت، وان انت بتكنترول المقاول ازاي. بعد كده هديله مشكلة تانية، كل ما ازود مشاكل اديله مشكلة واديله حلول واديله الحل اللي انا اخترته وانا اخترته ليه. ده يعني كلام مهم جدا في السي دي ار، لازم اتابع فيه قوي وابقى مركز فيه جدا. مثلا انا مشكله من المشاكل اللي حصلت عندنا انه كان في التضخم اللي حصل، او المشكله الانفليشن اللي حصلت في مصر في خلال الكام سنه اللي فاتوا، ولقيت انه في فعلا عندنا في المشروع في مقاولين رفضوا ان هم يكملوا الشغل. طيب طب انا عشان المشكله دي هحل ازاي؟ طبعا احنا كان ممكن نكلم العميل ونقول له زود لنا اسعار البنود، طبعا اسعار اللوجيستكس والحاجات دي كلها زادت، فكان لازم الكلاينت يوافق، وده كان هياخد وقت، وبعدين كان هيأثر على الجدول الزمني للمشروع. هقول له ان ده كان حل من الحلول. تمام. حل تاني ان انا مثلا كان نغير العملة بتاعة المشروع من مصري لامريكي الدولار، وده طبعا كان علشان مشكلة التعويم، والمشكلة انه ما كانش حد من السلطات هيوافق علشان سعر الجنيه والفاليو بتاعت الجنيه ما تتأثرش. طيب حاجة تاني من الحلول، حل تالت ان انا اكلم المقاولين واشوف الناس اللي رافضه تماما خلاص استبعدهم، والناس اللي كانت عايزه زياده زودت لها الشير بتاع المشروع بتاعها، زودت لها عدد السيارات اللي هي ممكن تبنيها، وحددت لها اماكن قريبه من بعض بحيث ان هو يوفر في تكاليف العماله وفي تكاليف النقل وفي الحاجات دي، وبالتالي هو ما تاثرش بالزياده بتاعه الاسعار، ويبقى كده انا قدرت ان انا اوفر في التكلفه بتاعه المشروع، وفي نفس الوقت قدرت ان انا اخلي المقاول يقدر يشتغل ويحقق ربح. لما زودت له طبعا البرودكتيفيتي بتاعته زادت، وكمان لقيت ان المقاول خلاص يعني بقى بياخد شير كبير، والدنيا ابتدت تظبط معايا. طبعا انا ناقشت الحلول ديت وناقشتها مع الكلاينت،
ومديريني مع البروجكت مانجر والتكنيكال دايركتور وكل الكلام ده، وخدت ابروف. انا كمهندس اعتمدت ان ده الحل اللي انا وساعدت في الحل دوت، وان انا قدرت ان انا مشكله قدامي جت وحلتها. فطبعا ده بيزود الفاليو جدا مع السي دي ار بتاعك الابسط كده. هو لقى ان في مشكله كبيره جدا وريسك كبير جدا ان الشغل يقف وانت حلتها له. بعد كده مثلا زي الباراجراف مثلا بتاع 17 ده، انا كان عندي بتكلم في تريننج. انا لازم انا كمهندس ايه الفاليو بتاعتي اللي انا بديها للمشروع، ازاي ان انا قدرت اعمل تريننج واركب اوري السب كونتراكتور ازاي يركب الحديد، ازاي يجمع، ازاي السبلاير يعمل له تراكنج، للسوبرفايزر يعمل له تراكنج للمشروع، وازاي الفرق العمل الموجوده في المشروع تشتغل فيه بشكل كويس. بعد كده لازم الجزء بتاع السيفتي اتكلم فيه. جزء السيفتي انا كمهندس لازم اتاكد انه مبادئ السيفتي موجوده ولان هي بتتنفذ، الورك هايت موجود، انه الفيرست ايد موجود مع التيمات. لازم كمان اتاكد انه التيمات اللي شغاله معايا في المشروع واخده كورسات في السيفتي. لازم طبعا تبقى بتفولو الحاجات التولز، مثلا برامج المحمول او الحاجات اللي هي زي ويندي، زي الحاجات اللي هي بتقدر تقول لي ان الجو النهارده عامل ازاي، سرعه الرياح عامله ازاي. الحاجات دي بتبقى مؤثره عليا وانا شغال. كمان ان انا اخلي التيمات تعمل ريسك اسسمنت، ده من الحاجات برضو المهمه علشان نقدر نتعامل مع الهازارد. فكل ده بتبقى حاجات مهمه بالنسبه لي في المشروع، ان انا اقدر اشرحها للاسسور واقول له الحاجات دي بتبقى موجوده. في حاجه، في مشكله كمان نقدر نتكلم فيها،